السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بعد قرار فتح المجال الجوي الجزائري مع المغرب لنقل المساعدات الإنسانية القادمة من الجزائر وبعض الدول الأخرى للأشقاء في المملكة المغربية على إثر الزلزال الذي ضرب البلاد صبيحة الأمس السبت، الإعلام المغربي يشكر الجزائر ويتغنى بما قدمه النظام والشعب الجزائري من تضحيات في سبيل أشقائهم في المملكة المغربية. فقد أكد عثمان بن طالب مدير موقع أنباء إكسبريس إنه بالرغم من الخلافات بين البلدين فإن الجزائر ارتأت بأن تفتح الخطوط الجوية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب المغربي، وهذا القرار لا يصدر إلا عن رجال تظهر قوتهم ومواقفهم الثابتة والشجاعة في الأوقات الصعبة ويساندون إخوانهم في أي مكان بعيدا عن أي خلافات سياسية أخرى. ومن الجدير بالذكر فقد تعرضت المغرب إلى زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات على زل مقياس ريختر ضرب عدة مناطق مختلفة، مما أدى إلى وفاة أكثر من 1200 مواطن مغربي وأصيب قرابة 2500 مواطن آخرين. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.